السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة تانية سنة والغاليين، يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. بإذن الله في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض كده الجزء بتاع الحركة اللي هو الجزء بتاع السرعة والعجلة. إن شاء الله هنحل عليه النهاردة أسئلة وهنراجع عليه وهنشرح القوانين بتاعته إن شاء الله، ونشرح الرسومات البيانية بتاعت السرعة والعجلة اللي مع بعض كده إن شاء الله في سبورة بإذن الله. الأول قبل ما أبدأ أحل الأسئلة بتاعت النهاردة هنبدأ بس كده نعمل كده ريفيجن سريع على الجزء بتاع السرعة والعجلة. تعالوا كده معايا. احنا كنا قبل كده شرحنا الجزء بتاع الحركة وعرفنا ان الحركة في منها نوعين، حركة انتقالية وحركة دورية. الحركة الانتقالية اللي هي الحركة بتاعت اي جسم ماشي في خط مستقيم زي حركة السيارات والقطارات او حركة المقذوفات، اي حاجة لها بداية ونهاية تبقى سميها حركة انتقالية. النوع الثاني من الحركة اللي هي الحركة الدورية، شبه المروحة اللي شغالة اللي هي بتقعد تلف. المروحة دي يا جماعة بتبدأ تكرر الحركة بتاعتها كل شوية، فدي بسميها حركة دورية. دورية يعني الحاجة بتفضل تتكرر. أو الحركة الاهتزازية شبه البندول البسيط. أو الحركة الموجية شبه موجات المية. البحر ده بيجي موجة بتفضل رايحة جاية، يعني مش موجة واحدة بتيجي وخلاص وتقف على كده، لا ده بيفضل يحصل تكرار للموجات على شط البحر، فدي اسمها حركة موجية. نوع من أنواع الحركة الدورية، يعني أي حركة بيحصل فيها تكرار بقول عليها حركة دورية. طيب في حاجات بقى مرتبطة بالحركة في خط مستقيم، يعني أي جسم بيتحرك بيبقى ليه سرعة وبيبقى ليه عجلة، فأنا عايز أفهم يعني إيه سرعة ويعني إيه عجلة. السرعة إحنا بنرمز للسرعة بالرمز V. سرعة الجسم هي عبارة عن الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن أو المعدل الزمني للإزاحة. طيب السرعة اللي هي إزاحة على زمن، يبقى الفي ده رمز السرعة، الدي ده رمز الإزاحة، التي ده رمز الزمن. ماشي يا عمنا. السرعة تقاس يا إما بالكيلو متر على الساعة يا إما تقاس بالمتر على الثانية. طب لو أنا عايز أحول ما بينهم يا هندسة، أحول ما بينهم إزاي؟ أضرب في 5 على ال 18. طبعا الخمسة على ال 18 كنا احنا حافظينها زمان واحنا في إعدادي، بس دلوقتي احنا نقدر نستنتجها. أنا عايز أروح من الكيلو متر على الساعة، عايز أروح للمتر على الثانية، من الكيلو متر للمتر بضرب في 1000، من الساعة للثانية بضرب في 60 في 60. لما اقسم دول كلهم على بعض يديني 5 على 18. ده كده بالنسبة ليه ازاي احول من كيلو متر على الساعة لمتر على الثانية، فدي تحويلة مشهورة. حلو جميل. السرعة في عندنا منها نوعين، في عندي سرعة منتظمة وفي عندي سرعة غير منتظمة. السرعة المنتظمة لما الجسم يكون ماشي بسرعة ثابتة، يعني بيقطع إزاحات متساوية في أزمنة متساوية. طيب سرعة غير منتظمة يعني جسم بيقطع إزاحات متساوية في أزمنة غير متساوية، أو إزاحات غير متساوية في أزمنة متساوية، المهم إن في تغير في الموضوع. طب انا عايز ابدا اعبر عن كل حاجه من دول برسم بياني، يعني عايز اقول ان الجسم المحترم ده بيمشي بسرعه منتظمه. يعني الجسم بعد 1 ثانيه يا جماعه خد 5 متر، بعد ثانيتين وصل او مشى 10 متر، بعد 3 ثواني مشى 15 متر. اول نقطه 1 و5، تاني نقطه 2 و10، تالت نقطه 15 و3. دي كده اسمها سرعه منتظمه، ازاحات متساويه في ازمنه متساويه. طيب عايز اقول ان الجسم بيتحرك بسرعة غير منتظمة، يبقى ادي الازاحة وادي الزمن. انا لو هقول يا جماعة ازمنة متساوية 1 2 3 4، الاقي هنا ازاحات غير متساوية. يعني الراجل بعد ثانية وليكن مشى 5 متر، بعد ثانيتين ما مشاش 5 متر بقى، ده وصل وليكن يا جماعة ل 15 متر. فتبص تلاقي النقطة هنا، يعني هم هتلاقي الرسمة كده واصلة معاك واخدة واخدة شكل منحنى، يعني مش هتبقى ماشية خط مستقيم. يبقى هنا سرعة منتظمة. تمام. هنا سرعة غير منتظمة. فل الفل جميل يا عمنا ماشي. طيب بعدين يا عم، هل دول بس اللي بيعبروا عن سرعة منتظمة وسرعة غير منتظمة؟ لا، أي رسمة بيانية بالله عليك تركز اللي موجود على محور الصادات واللي موجود على محور السيناء، لأن أنا ممكن أجيب لك رسمة بيانية بس المرة دي أقول لك فيها سرعة وزمن، وانا عايز اقول ان الجسم ده ماشي بسرعة منتظمة. يعني ايه سرعة منتظمة؟ يعني سرعة الجسم ثابتة بمرور الزمن. يعني الجسم بعد ثانية اروح ابص على السرعة بتاعته وليكن 5 متر على الثانية، بعد ثانيتين نفس الرقم، بعد 3 ثواني نفس الرقم. طالما هنا سرعة وتحت زمن سرعة منتظمة، يبقى خط مستقيم يوازي محور الزمن.
تمام جميل. لو انا عايز اقول الجسم ده بيتحرك بسرعة غير منتظمة في رسمة السرعة والزمن، اعملها ازاي؟ والله يا جماعة بمرور الزمن لقيت السرعة برقم، بعد كمان ثانيتين في رقم تاني الى اخره، ابص الاقي ان سرعة الجسم بمرور الزمن عمالة بتتغير، يعني كل مرة رقم مختلف، فده معناه ان السرعة متغيرة. الرسمة ده يا جماعة اللي على الصادات سرعة، هنا السرعة متغيرة، هنا السرعة ثابتة، هنا الإزاحة متغيرة بس بانتظام مع الزمن، هنا متغيرة بس بعدم انتظام مع الزمن. وطالما إزاحة بتتغير مع الزمن يبقى يدينا سرعة، طب بانتظام يبقى سرعة منتظمة، إزاحة بتتغير مع الزمن بشكل غير منتظم فيدينا سرعة غير منتظم. طب لو أنا معايا كده يا جماعة الرسمة بقى الخمسة بتاعته، إزاحة وزمن، وعايز اقول ان الجسم ده مثلا الرسمه بتاعته كده، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الحاجه اللي على الصادات ثابته بمرور الزمن. مين الحاجه اللي على الصادات؟ ازاحه الجسم او موضع الجسم ثابت بمرور الزمن. يبقى ده يا عم انت معرفني قبل كده ان ده الجسم الساكن. دول كده الخمس رسومات اللي انا محتاجهم بالنسبه للجزء بتاع السرعه. جميل. في عندي بقى ايه دي كده اسمها سرعه ازاحه على زمن. قلنا في سرعه منتظمه وسرعه غير منتظمه، عرفنا الرسم البياني اللي بيعبر عن كل واحده منهم. طيب انا ممكن ابدا اختبرك في رسمه بيانيه بالشكل ده كده، اجيب لك ازاحه وزمن واقول لك انت معاك جسمين، جسم اكس جسم واي، مين الاكبر فيهم سرعه، او قارن ما بينهم من حيث السرعه. تعمل ايه حضرتك يا كبير؟ والله يا جماعه ازاحه على زمن، ازاحه على زمن يعني سرعه في الفيزياء. طيب الازاحه على الصادات والزمن على السينات، والمفروض ان احنا عارفين في الرياضه لما بنقسم الصاد على السين يعني احنا كده بنجيب الميل. جميل. طيب مين هنا اللي ميله اكبر يا كبير؟ اكس ميله اكبر من واي، يعني انا كده لو اكتب بالعربي ميل اكس اكبر من ميل واي، يبقى ده معناه ان سرعه اكس اكبر من سرعه واي، لان السرعه هنا بتساوي الميل. جميل قوي. طب لو انا اديتك ارقام، قلت لك يا عم هنا الزاويه دي 15 واللي تحت 30 درجه، انا عايز النسبه ما بين سرعه اكس على سرعه واي، عايز في اكس على في واي يا كبير. طيب حلو، ما انت يا عم قلت لي ان من الرسمه السرعه هي الميل. طيب والميل بجيبه ازاي؟ لما يكون معايا زوايا تان الزاويه، برافو عليك، تان الزاويه. طب الخط اكس زاويته بكام؟ كلها 15 و30 يعني 45. والواي زاويته بكام؟ اللي تحت بس يعني 30. الله عليك. احسب بقى الاتنين على بعض وشوف الناتج هيطلع بكام. خلص الموضوع. طيب عندنا حاجة اسمها السرعة المتوسطة، السرعة المتوسطة، خلي بالك احنا شغالين في المنهج بتاعنا بسرعة متجهة، يعني لما اقول لك سرعة متوسطة واسكت يبقى انا اقصد السرعة المتجهة المتوسطة. فالسرعة المتوسطة هي ازاحة كلية على زمن كلي. جميل ماشي. بنرمز للسرعة المتوسطة بالرمز في داش، في شرطة بتساوي الإزاحة الكلية على الزمن الكلي. الإزاحة الكلية ممكن الجسم ده يكون ماشية إزاحة واتنين وتلاتة أربعة، لو ماشية إزاحتين هقول له دي واحد زائد دي اتنين، الإزاحة الأولى في زمن تي واحد التانية في زمن تي اتنين، يبقى على تي واحد زائد تي اتنين. جميل. عندنا مفهوم تاني اسمه السرعة اللحظية، من اسمها. يعني ايه سرعة لحظية؟ يعني سرعة الجسم عند لحظة معينة. يعني ايه يا عم الكلام ده؟ هي سرعة الجسم عند لحظة معينة. طيب يعني في الرسمة اللي هنا يا جماعة، أي رسمة من دول أما أجي أقول لك هات لي السرعة اللحظية للجسم عند الثانية رقم واحد، والله يا جماعة السرعة بتساوي إزاحة على زمن. عند الثانية رقم واحد المحترم ده مشى 5 متر، احسب لي السرعة كده، يبقى السرعة اللحظية عند اللحظة رقم واحد تبقى الإزاحة على الزمن، يطلع الناتج كام؟ 5 متر على الثانية. طيب هات لي السرعة اللحظية عند الثانية رقم 2 تطلع فوق، الراجل المحترم ده مشى كام؟ 10 متر، يبقى عند الثانية رقم 2 10 على 2 فعل 5 متر على الثانية. طب عند الثانية رقم 3 مشى 15 متر، يعني 15 على 3 فيها الخمسة متر على الثانية. جميل، فل الفل يا كبير. طب هات لي السرعة المتوسطة للجسم ده، اجيبها عادي، ايه المشكلة يعني؟
سرعة متوسطة يعني إزاحة كلية على زمن كلي. هي الإزاحة كلها كام اللي الراجل ده مشاها؟ 15. الزمن كله كام؟ 3. تطلع السرعة متوسطة 5 متر على الثانية. حلو الكلام. أنا لاحظت حاجة، إيه هي؟ سرعة الجسم عند اللحظة الأولى والتانية والتالتة كلهم بيساووا السرعة المتوسطة. يعني أنا هنا ممكن أقول معلومة يا كبير. إيه المعلومة اللي ممكن أقولها يا هندسة؟ والله ممكن أقول لك لما الجسم يمشي، مش ده سرعة منتظمة؟ لما الجسم يمشي بسرعة منتظمة، إذا السرعة المتوسطة اكتب ورايا بتساوي السرعة اللحظية عند أي لحظة. يبقى ملحوظة كده يا جماعة، ملحوظة: متى يحدث كل مما يأتي اللي هو جسم يتحرك بسرعة منتظمة، متى تتساوى السرعة المتوسطة مع السرعة اللحظية؟ عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة. يبقى عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة يبقى المتوسطة بتساوي اللحظية عند أي لحظة. تمام؟ تقول لي تمام وزي الفل. تعالى لي بقى على العجلة، يلا بينا. نيجي بقى للمفهوم الفيزيائي التاني ألا وهو العجلة. يعني ايه عجلة؟ مش العجلة اللي عندك في البيت، لأ، ده مفهوم فيزيائي. العجلة ده مفهوم خاص بالفيزياء. لما تبقى ماشي انت وصاحبك وماشيين براحتكم كده، بس انتوا متأخرين على حاجة معينة، هتبدأ تقول له ايه؟ يا عم استعجل شوية. او لو انتوا ماشيين وواحد صاحبك مستعجل بس يعني الدنيا بالنسبة لكم مرتاحة، تقول له ايه؟ هدي الدنيا شوية. يعني من الاخر انا عايز اقول لك ان العجلة هي تغير في السرعة بمرور الزمن. يعني اما انت يا راجل بتزود السرعه او راجل بتهدي السرعه شويه. يعني راجل راكب العربيه بتاعته ماشيه بسرعه عاديه، قام الراجل دايس على البنزين قامت السرعه زادت. في الحاله دي بقول ان الراجل المحترم ده ماشي بعجله لانه بيزود السرعه. طيب الراجل ايه؟ اتفاجئ بمطب بعد مسافه معينه، بدا يدوس على الفرامل فالسرعه بدات تقل. يبقى كده الراجل المحترم بيتحرك بعجله، بس عجله سالبه عشان بيقلل السرعه. يعني من الاخر يا عم انت عايز تقول لي ان العجله اللي هي رمزها ايه؟ بتساوي المعدل الزمني للتغير في السرعه. المعدل الزمني اللي هي كبير للتغير في السرعه، او التغير في السرعه بمرور الزمن او بالنسبه للزمن. جميل. طيب هي السرعه تقاس بايه؟ متر على الثانيه، والزمن بالثانيه. يبقى واحد قياس العجله متر على الثانيه تربيع. طيب العجله لما اجي اقول ان العجله بتساوي التغير في السرعه على الزمن، يعني يا جماعه الجسم ده ليه سرعه ابتدائيه وليه سرعه نهائيه، اطرحهم من بعض واقسم على مين؟ على الزمن. يعني قانون العجله في اف ناقص الفي اي على التي. مين يا عم الفي اف دي؟ السرعه النهائيه. في يعني سرعه، اف يعني فاينل بقت سرعه نهائيه، في يعني سرعه، اي يعني انيشيال يعني سرعه ابتدائيه، وتايم اللي هو الزمن، والعجله. يعني انا بحول المفهوم الفيزيائي لمعادله رياضيه اللي هي بتساوي في اف ناقص في اي على التي. لو قال لك فهي مساله جسم بدأ حركته من السكون، على طول ما تفكرش الفي اي بصفر. العربيه بعد ما الراجل داس على الفرامل توقفت، ما تفكرش يبقى الفي اف بتساوي كام يا كبير؟ صفر. طيب العجلة برضو في منها عجلة منتظمة وعجلة غير منتظمة. عجلة منتظمة يعني السرعة بتتزايد بانتظام مع الزمن أو بتتغير بانتظام مع الزمن. عجلة غير منتظمة يعني سرعة الجسم بتتغير بمعدل غير منتظم مع الزمن. طب عايز أعمل لكل واحدة رسمة بيانية عشان بس أبقى فاهم الدنيا بتقول إيه. أنا عايز أقول إن الجسم ده ماشي بعجلة منتظمة، والعجلة سرعة وزمن، يبقى كده عايز اقول ان الجسم ده بيتحرك بعجله غير منتظمه، والعجله سرعه وزمن، يبقى كده اهو بالمنظر ده كده. يبقى دي كده اسمها عجله منتظمه. ماشي يا عم. دي كده اسمها عجله غير منتظمه. ماشي يا سيدي، شكرا يا سيدي. طيب عايز اعملها كده اهو، يعني عايز اعملها هنا عجله وهنا زمن، وعايز اقول ان الجسم ماشي بعجلة منتظمة يعني عجلة ثابتة. طب انا عايز اعملها كده اهو، عايز اعمل عجلة وزمن واقول الجسم ده بيتحرك بعجلة غير منتظمة، يعني بمرور الزمن العجلة كل مرة ليها رقم مختلف. مية مية. ممكن اقول لك معاك رسمة بيانية محترمة بالشكل ده، واعمل لك هنا سرعة، اعمل لك هنا زمن، احط لك خطين،
خط اكس خط واي. اقول لك مين اللي بيتحرك بعجله اكبر من التاني؟ والله نفس الكلام، ما العجله يا عم بتساوي سرعه على زمن، والسرعه على الصادات والزمن على السينات. سرعه على زمن بيديني في الفيزياء عجله، صاد على س في الرياضه بيديني ميل. طب مين اللي ميله اكبر يا كبير؟ اكس اكبر من واي، يبقى العجله بتاعت اكس اكبر من العجله بتاعت واي. قام مديك ارقام 15 30 وقال لك انا عايز اجيب عجله اكس على عجله واي. تعمل ايه؟ والله الميل بيساوي تان الزاويه، يبقى اخد زاويه الكبير على زاويه الصغير، او على حسب هو عايز ايه يعني. يبقى تان 45 على تان 30. ماشي يا عمنا، شكرا ليك يا كبير. طيب العجله بقى المنتظمه في منها 3 انواع. مش يا جماعه ممكن الراجل يكون بيزود السرعه، او ممكن يكون بيقلل السرعه، او ممكن يكون الراجل ماشي بسرعه منتظمه؟ انا عندي 3 حالات. يعني ممكن الاقي في المساله بتاعتي السرعه الابتدائيه اقل من السرعه النهائيه، فاذا ده معناه ايه؟ ده معناه ان سرعه الجسم بتزيد بمرور الزمن. ماشي ماشي يا عم. يبقى كده ناتج العجله هيكون ايه؟ موجب، فبسميها عجله موجبه. متى يحدث كل مما ياتي؟ عجلة موجبة عندما تكون السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية. طيب لو كانت السرعة النهائية أقل من السرعة الابتدائية، فلما أجي أعوض في القانون هيطلع الناتج بالسالب، فبسميها عجلة سالبة. الله ينور عليك. طب لو كان السرعتين بيساووا بعض، النهائية والابتدائية، أجي أعوض في القانون أطرحهم من بعض يطلع الناتج بصفر، فبسميها عجلة صفرية. تسلم يا كبير، الله ينور عليك. طيب ملحوظة بقى مهمة أوي، مهمة جدا. إيه هي الملحوظة دي؟ على هنا لما يقول لك جسم يتحرك بعجلة منتظمة، ماشي حضرتك، أنا قلت لك في قانون للسرعة المتوسطة. إيه قانونها يا عمنا؟ إزاحة كلية على زمان كل. ماشي تسلم يا كبير. اول بقى ما يقول لك الجسم يتحرك بعجله منتظمه، اعمل اضافه لقانون جديد للسرعه المتوسطه. يا جماعه المتوسط اخدته في الرياضه، عايز اجيب متوسط لاي حاجه بجمعهم واقسمهم على الاثنين، يعني اجمع الفي اي زائد الفي اف واقسم على الاثنين. ده كده قانون جديد للسرعه المتوسطه لما يقول لك الجسم يتحرك بعجله منتظمه. طب القانون ده معاك في اي وقت، سرعه متوسطه لها القانون ده شغال على طول، لكن القانون ده بيشتغل في حاله واحده بس، لما يقول لك في المساله كلمه ايه؟ عجله منتظمه. تسلم يا باشا. يلا بينا على الاسئله ونبدا نطبق الكلام ده. بسم الله، صلوا على النبي، ويلا الناس كده تشتغل معايا وتركز معايا. يا ريت تكون ماسك ورقه وقلم وبتحل ورايا من اول سؤال. هتلاقي الاسئله كلها بتتحل زي بعضها. اتعلم طريقه حل، ازاي تبدا تحل مسائل الفيزياء ايا يكن الدرس اللي انت بتحل عليه ايه. الطريقه واحده والفكر واحد، وعود نفسك من دلوقتي عشان ترتاح بعد كده. يلا بينا يا كبير. لو جيت اشتغل في السؤال الاول ده، بقول لك تتحرك سياره بسرعه ابتدائيه. ما السرعه الابتدائيه دي الفي اي، طلع معطى على طول. وصلت سرعته ل 25، يبقى دي السرعه النهائيه. خلال زمن قدره، يبقى ده الزمن، ده التي. احسب العجله وحدد نوعها. المشكله يعني ما نعرف احسبها واعرف كمان احدد نوعها. العجله انا ما اعرف لهاش غير قانون واحد بس، ما فيش غيره، الفي اف ناقص الفي اي على الزمن. ماشي يا عمنا. السرعه النهائيه بكام؟ ب 25. السرعه الابتدائيه ب 15 على الزمن 2.5. احسب معايا يا كبير يلا. 25 ناقص 15 يعني 10 على 2.5، تطلع الإجابة 4 متر لكل ثانية تربيع. بالله عليك يا أخي، الناتج طالع بالموجب، يبقى دي اسمها إيه؟ برافو عليك، عجلة موجبة. الله ينور عليك. اظبط بقى. آدي أول سؤال. سؤال رقم 2. سؤال رقم 2 بيقول لك يتحرك جسم بسرعة ابتدائية، جدع، يبقى دي الفي ار، وتزداد سرعتها لتصل ل 45. الله ينور عليك، دي فعلا الفي اف. ايه الحلاوة دي؟ احسب الفترة الزمنية، يعني عاوز الزمن، علما بأن العجلة تساوي 5 متر على الثانية تربيع.
ماشي، ايه المشكلة يعني؟ طالما الراجل بيكلمنا عن سرعة وعجلة، مفيش عندي غير قانون واحد بس، ان العجلة بتساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الزمن. عايز اجيب الزمن، خلي الزمن مكان العجلة والعجلة مكان الزمن، بس كده. بس كده يا عم. يبقى الزمن هيساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على العجلة. ماشي، السرعة النهائية والله معايا موجودة 45، الابتدائية موجودة معايا 25، على العجلة 5. احسب يا كبير. يبقى 20 على ال5 يطلع 4 ثانية. يبقى كده أنا حسبت الزمن. اللي بعده سهل يا عم. اللي بعد كده سؤال حلو، فكرة حلوة ولذيذة. جسم يتحرك من السكون، يبقى الفي اي بتساوي صفر. بعجلة منتظمة، ماشي هتفرق معايا. إذا علمت أن السرعة المتوسطة ادي الفي داش خلال 10 ثواني ادي الزمن. أنا بترجم المسألة لمعطيات. عايز العجلة. بالله عليك لما يقول لك هات العجلة هتفكر؟ والله ما هفكر، مفيش غير قانون واحد يا عم. العجلة بتساوي سرعة نهائية ناقص سرعة ابتدائية، برافو عليك، على زمن. طيب تعال عوض يا كبير، يلا السرعة النهائية بكام؟ معرفش، صح؟ ما نعرفش، سيبها فاضي. السرعة الابتدائية بصفر. الزمن 10. هجيب السرعة النهائية منين؟ هو من ديك السرعة المتوسطة أكيد، كده مش منظر يعني عشان تستفيد بيها. طب السرعة المتوسطة ليها قانون إزاحة كلية على زمن كلي شغال على طول، بس ده مش هيفيدني هنا. لما يقول لي الجسم تحرك بعجلة منتظمة، يبقى السرعة المتوسطة بتساوي مجموع السرعتين واقسم على الاتنين يا كبير. طب السرعة المتوسطة يا عم ب40، ماشي. الابتدائية يا عم بصفر، حلو. الفي اف عاوز، جميل، على الاتنين. خلاص ده بصفر ما علينا منه، يبقى 2 في 40، يبقى السرعة النهائية تطلع ب80. 80 ناقص صفر على 10 يعني 80 على 10 فيها 8 متر على الثانية تربيع. وطبعا عجلة ايه؟ موجبة عشان الناتج بالموجب. ماشي، حلو. اجين سكيب يا عم، يلا اللي بعد. جسم يتحرك بسرعة ابتدائية 4 متر على الثانية. الراجل بيقول لك يا عم اهو بالعربي خالص سرعة ابتدائية، وحضرتك عارف سرعة ابتدائية يعني في اي تناقصت سرعته حتى توقف، يعني الفي فاينل بصفر هي النهائية. بعد مضي 8 ثواني ده الزمن. احسب العجلة وكمان حدد نوعها. مش هفكر، عجلة معرفلهاش غير قانون واحد، يعني في اف ناقص في اي على تي. يلا الفي اف بكام يا باشا؟ الفي اف معايا بصفر، الفي اي معايا باربعة، الزمن بتمانية. يعني الناتج كده -4 على 8 يعني سالب نص، وبالمتر على الثانية تربيع. ده الناتج طلع بالسالب، يبقى دي اسمها عجلة. برافو عليك، عجلة سالبة. ومن غير اصلا ما اطلع الناتج ده السرعة قلت، يبقى كده عجلة سالبة، صح؟ برافو. تتحرك سيارة من السكون، يعني الفي اي بتساوي صفر. لتصل سرعتها ل 90 كيلو متر على الساعة، يبقى دي الفي اف خلال 10 ثواني، يبقى ده الزمن. احسب العجلة. عايزك تجيب العجلة، ما تفكرش كتير. العجلة بتساوي في اف ناقص الفي اي على الزمن. بس هنا بس ايه، خد بالك. هو يعني هنا لعب عليك على ان السؤال فيه تحويلة، بس عادي يا عم انا بعرف احول. السرعة النهائية 90 كيلو متر على الساعة، عشان اخليها بالمتر على الثانية الله ينور اضرب في 5 على، يطلع الناتج 25. يلا يا كبير، يبقى 25 ناقص صفر على 10 يطلع الناتج بيساوي 2.5 متر لكل ثانية تربيع. 100 100 وزي الفل خالص كده. انا حليت السؤال. اللي بعد كده جايب لك رسمة بيانية
والطلبة بتخاف من الرسومات البيانية. بس يا عم سؤال سهل ما تقلقش والله. شكل البيان المقابل يوضح تغير السرعة مع الزمن. هات لي العجلة خلال الفترات اللي قدامك يعني. حضرتك عارف كام قانون للعجلة؟ يا عم هو واحد بس ما فيش غيره. العجلة بتساوي النهائية ناقص الابتدائية على الزمن. تمام. انا عايز اجيب العجلة خلال الفترة ايه؟ ماشي. الجسم بدأ من عند سرعة كام؟ 30، ولما مشى شوية السرعة برضو بكام؟ 30. ايه ده يا عم؟ يعني جسم ماشي بسرعة منتظمة، تبقى عيل اهبل لو حسبت على طول عجلة بكام؟ بصفر يا كبير. زيها بالظبط سرعة منتظمة، يعني عجلة بكام؟ الله ينور عليك، بصفر يا معلم. تسلم. عايز اجيب العجلة بداية من هنا لحد هنا. تمام. كده كده انا عارف طالما الخط نازل هيطلع الناتج بالسالب. طب الجسم هنا بدأ بسرعة كام؟ 30، يبقى طلع معطى ان الفي اي بتساوي 30. طيب الجسم هنا وصل لسرعة كام؟ 10، يعني الفي اف بتساوي، لا ده مش 10، ده سالب 10. تمام. طيب اما اجي ابص على الزمن، الجسم من هنا بدأ من عند الزمن 2، وصل هنا عند الزمن 10. من 2 ل 10 يعني كام ثانية؟ يعني 8 ثواني. يعني انت عايز تقول لي ما خافش من السؤال؟ ما تخافش يا عم. بدل ما يديك المعطيات في كلام بالعربي جاب لك رسمة طلع منها المعطيات عادي. يلا بينا. السرعة النهائية سالب 10 الناقص السرعة الابتدائية 30 على الزمن 8. احسب يا كبير. يبقى سالب 10 وسالب 30 سالب 40 على 8، تطلع الإجابة سالب 5 متر على الثانية تربيع. وطبعا نوعها عجلة ايه؟ سالبة، وانا فاهم الكلام ده من اول ما بصيت على الرسم. اللي بعده، إذا بدأ جسم حركته من السكون، يعني الفي اي بصفر، واستغرق زمن تي يساوي عدديا قيمة العجلة. طلع يا عم معطياتك عادي، بيقول لك الزمن بيساوي العجلة، ايه المشكلة يعني؟ اهو هكتب معطى واشوف السؤال هيوديني لفين. وصلت سرعته يبقى الفي اف، فإن قيمة عجلة تحركه، عايز العجلة. ماشي. عندك كم قانون للعجلة؟ شاطر، هو واحد بس، في اف ناقص الفي اي على الزمن. يعني العجلة اللي أنا معرفهاش بتساوي السرعة النهائية 36، السرعة الابتدائية بدأ من السكون، الزمن بيساوي العجلة أهو. عجلة في العجلة تبقى العجلة تربيع، بيساوي 36 ناقص صفر يعني 36. خد الجذر التربيعي يبقى العجلة بتساوي 6. لو كان الاختيارات، طبعا حد ممكن يقول لي يا عم الجذر ده ممكن يطلع لي موجب او سالب، عادي عادي حسب الاختيارات. مستحيل يجيب لك 6 وسالب 6 اختيارين، يا اما يجيب لك 6 يا اما يجيب لك سالب 6، وفي الاختيارات اكيد هيجيبها لك 6. ماشي. سؤال تاني، رسمة بيانية عشان نتمكن اكتر ونتحكم اكتر من الاسئلة. يوضح الشكل البياني المقابل التغير في السرعة بمرور الزمن. احسب العجلة خلال المرحلتين. ماشي. خلال المرحلة ايه؟ الجسم بدأ من سرعة ابتدائية بتساوي صفر، وصل لسرعة نهائية بتساوي 10، يبقى دي الفي فاين. طب هو بدأ من عند زمن صفر ووصل لزمن كام؟ 10، يعني الفترة الزمنية بتساوي 10. واضح ان السرعة بتزيد، يبقى كده عجلة موجبة. ما عنديش غير قانون واحد بس للعجلة، العجلة بتساوي سرعة نهائية ناقص سرعة ابتدائية على زمن. كام السرعة النهائية؟ السرعة النهائية والله ب10، الابتدائية بصفر على الزمن اللي هو كام؟ اللي هو برضه 10. تمام يا كبير. يبقى 10 ناقص صفر على 10 يطلع الناتج 1 متر على الثانية تربيع. عايز العجلة خلال المرحلة ب جدع سرعة منتظمة. القط على طول سرعة منتظمة، يعني السرعة ثابتة بمرور الزمن، يعني لا بتزيد ولا بتقل يا عم. يبقى العجلة على طول خلال الفترة دي هتساوي كام؟ صفر. السؤال رقم 10، أوجد النسبة بين العجلتين. عايز عجلة الجسم ده على عجلة الجسم ده نجيبها نسبة ما بينهم.
عادي يا كبير. زوم على الرسمة بس عشان تبقى واضحة معانا اهو يا كبير. تمام. مديك علاقة بيانية ما بين سرعة على محور الصادات وزمن على محور السينات، وانا عايز اجيب العجلة. يبقى العجلة طبعا كلنا عارفين ان السرعة على الزمن، كده انا بجيب العجلة. والسرعة موجودة على محور الصادات والزمن على محور السينات، يبقى انا بجيب حاجة اسمها الميل. يعني العجلة هي الميل. طب لما يكون معايا زوايا اجيب الميل ازاي؟ الله ينور عليك، صح، عن طريق تان سيتا يا كبير. تسلم. طيب الزوايا بتاعتي بقى 30 30 والمفروض دي كلها 90، يبقى اللي هنا دي كمان بكام؟ 30، صح. هو ميل الجسم ده يعني تان زاويته كلها بكام؟ 60. ميل الجسم ده يعني تان زاويته اللي هي بكام؟ 30. يعني انا عايز اجيب عجلة الجسم الاولاني على عجلة الجسم التاني، يبقى تان الاولاني على تان التاني. تان الاول يعني تان 60 على تان التاني يعني تان 30، صح. احسب بقى بآلتك الحاسبة وطلع الناتج. يبقى كده حضرتك خلصت إجابة السؤال ده، ويبقى احنا كده حلينا شوية أسئلة على العجلة تظبط لك الدنيا، يعتبر لمينا أهم الأفكار فيها. ولو جه في سؤال اختياري يا كبير وقال لك، جه قال لك ايه بقى؟ خد مني الكم معلومة دي أو الكم ملحوظة دول هيساعدوك برضو وأنت بتحل. لو جه قال لك في أي مسألة أو سؤال اختياري كده، أما الراجل المحترم قايل لك إذا كان اتجاهي السرعة والعجلة في نفس اتجاه بعض، يعني هما الاتنين مع بعض في نفس الاتجاه، إذا ده معناه إيه؟ ده معناه إن سرعة الجسم تزداد بمرور الزمن. ده معناه إن هو تزداد سرعة الجسم بمرور الزمن. ماشي. لو كان قال لك بقى عكس الموضوع، اتجاهي السرعة والعجلة متعاكس عكس بعض، يبقى ده معناه ان سرعة الجسم تقل بمرور الزمن. ماشي، فل الفل. مش شرط يجيبها لك كده واضحة وصريحة، ممكن يقول لك ايه؟ السرعة شرق والعجلة هي كمان شرق. يبقى ده معناه ايه؟ ان هما الاتنين في نفس الاتجاه، يبقى السرعة ايه اللي يحصل لها؟ يبقى السرعة تزداد. طيب ممكن يقول لك السرعة اللي هي الفي جنوبا والعجلة اللي هي الايه جنوبا برضو. طالما الاتنين في نفس الاتجاه يبقى السرعة مالها؟ السرعة هتزيد. بلاش كده يا عم. ممكن اقول لك ان الجسم ماشي بسرعة في اتجاه السالب وكمان العجلة في اتجاه السالب. يبقى ده معناه ايه بقى؟ هما الاتنين يا عم في نفس الاتجاه، يبقى برضو السرعة بتزيد بمرور الزمن. مش معنى ان هو سالب يبقى تقول السرعة بتقل، لا. انا بقول لك السرعة في السالب والعجلة في السالب، يبقى ده معناه ان السرعة بتزيد لان الاتنين في نفس اتجاه بعض. طيب ماشي، اجي اقول لك والله الجسم اتحرك بسرعة في اتجاه الموجب وعجلة في اتجاه السالب. ده كده عكس بعض، يبقى اقول له ان السرعة هتقل بمرور الزمن. الجسم يتحرك بسرعة جنوبا وعجلة شمالا عكس بعض، يبقى السرعة تقل بمرور الزمن. بس كده يا كبير. وبكده يعتبر انا لميت لك حوار بتاع السرعة والعجلة مع بعض في فيديو واحد كشرح وحل. يبقى انا كده ظبطت لك الدنيا. اتمنى يكون الفيديو افادكم، وان شاء الله مكملين معاكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم كومنت كويس، شير كويس لزمايلك يا عم، فيد زميلك وصاحبك ده يمكن يستفيد مننا بمعلومة ولا حاجة، يمكن شرحه او شرحنا يكون اسهل بالنسبة له، او يستفيد مننا بمعلومة ما شافهاش ولا سمعها قبل كده. شير في الخير عشان نفيد الغير، واشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.